سر العجين المورق بلا دليك بلا تماره وبمكونات بسيطه وطريقه سهله. حضريه بحال ديال المحترفين، غادي ينفعك في المملحات والحلويات. جربي الوصفه وبهري عائلتك، خليهم يتفاجئوا بالنتيجه. وانتي يا لاله ما تمشي فين، خليك معايا حتى الاخر. مرحبا بكم مرة أخرى مع شهوة أم حفصة. كما وعدتكم في الفيديو السابق، اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير العجينة المورقة. وكيف ما كتشوفوا الطريقة ما شاء الله كتجي رائعة وكتعطي نتيجة مذهلة وما يمكنش ما تصدق من أول تجربة. وباش ما نطولش عليكم، غادي نحتاجوا 5 ديال الكيسان ديال الدقيق، ما يعادل 500 غرام، ويكون دقيق مغربل ويكون نوعية جيدة، مع معلقه ديال سكر حبيبات، وواحده قبيصه ديال الملحه. ما تكتروش بزاف الملحه والسكر باش هكا العجين كتجي معتدله بين الحلاوه والملوحه، وبالتالي كنخدموا بها الوصفات المالحين والحلوين دفعه واحده. كما شفتوا معايا بديت كنجمع العجين ديالي. غادي نحتاج فيها كاس وربع ديال الماء، غير من الروبيني، ونبدا نجمع دوك القطع ديال العجين كما شفتوا معايا بلا ما ندلكوها ولا حتى شي حاجه، ونغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها ترتاح في الثلاجه. بما وجدنا الزبده ديالنا، وبالنسبه للزبده من الاحسن يعني نخليوها على حراره ديال المطبخ باش دغيا يعني كتطلق لينا. كما كتشوفوا انا استعملت هذه النوعيه، وانتم استعملوا النوعيه اللي بغيتوا. هذه انا هي المعتمده عندي اللي كنخدم بها اغلبيه تاع الوصفات. وكما كتشوفوا رشيت سطح العمل بواحد شويه ديال الدقيق، وكنبسط العجين ديالي على شكل مستطيل اولا مربع اولا دائره، ما عندناش مشكل. اهم حاجه تكون العجينه كبر من الزبده. وكما كتشوفوا كنحط هاد الزبده في الوسط وكنجمع عليها دوك الجوانب ديال العجين، وكنحاول ان الزبده ديالي ما تخرجش ليا من الجناب باش ما تلصقش لينا العجينه وما تقطعش لينا. ودائما كنستعنوا بشويه ديال الدقيق كما كتشوفوا معايا. هاد المره غادي نبسط العجينه ديالي على شكل طولي، ونحاول انني ما نعرضهاش بزاف. كما شفتوا معايا طويتها على 3، ونحاول يعني تكون مقاده من الجناب ومن الوسط، وما تكونش بلاصه رقيقه وبلاصه غليظه، طويه بسيطه بدون تعقيدات على هذا الشكل. كما شاهدتوا معايا هذه المره الثانيه اللي كان نعاود نبسطها، ودائما بالاستعانه مع بشويه ديال الدقيق، وكان نقادو الطرف على طرف كما كتشوفوا. وبنفس الطريقه كنستمروا للمره الثالثه والرابعه. وبالنسبه لي انا زدت الخامسه، يمكن عجبتني العجينه حيت جاتني سهله في الخدمه. وها هي العجينه ديالنا موجوده، وكيف ما كتشاهدوا عجينه مورقه ملمسها ناعم، واهم شيء انها وجدت في وقت قياسي وبالعدد. وفي هذه المرحله ما بقى لكم غير لا تجربوا الوصفه ديالنا او العجين المورق ديالنا، وتبرعوا ليا وليداتكم بالمملحات او الحلويات باشكال مختلفه من الابداع ديالكم. وكنتمنى نكون بسطت لكم الشرح وكنت خفيفه على قلوبكم. وإلا عندكم اي سؤال ولا استفسار مرحبا. بقى لي دابا نقول لكم الطريقه ديال الاحتفاظ بها في المجمد. بالنسبه لي انايا نفرق العجين، يعني كل طرف كناخذه بوحدو وكنديرو في يعني بلاستيك الغذائي كيف ما كتشوفوا في الصوره، وكنحتفظ به بكل اريحيه وبكل سهوله في المجمد ديالنا. منين حنحتاجها كنجبدها وكنخليها كتطلق كما كتشوفوا، وكنخدم بها الوصفه ديالي. شكرا بزاف على وقتكم،
وكرم منكم ما تنسونيش من تعليقاتكم ولو بكلمة تشجيع بسيطة، والى اللقاء في وصفة جديدة وسر من الاسرار ديالها.